احتفلت منة محمد الزوجة الأولى لزوج الفنانة بوسي برأس السنة الميلادية برفقة زوجها وأبنائها مرتديين ملابس متشابهة خاصة بفترة الكريسماس. ونشرت منة محمد مجموعة من الصور من احتفالها مع زوجها وأسرتها بالكريسماس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ونالت إعجاب عدد كبير من المتابعين. من جهة أخرى، سبق وكشفت منة محمد الزوجة الأولى لزوج المطربة بوسي عن تفاصيل طلاقها وعودتها لزوجها ورد فعلها عندما علمت بخبر زواجه. قالت منة محمد: أنا حسيت أول ما هشام وبوسي اتعرفوا مع بعض وعرفت علاقتهم، لأنه كان متغير شوية وعلاقتهم اتطورت لما كان في مشاكل مع هشام بسببها. حاولت أخبي على ولادي زواج والدهم، ولكنهم عرفوا وزعلوا من كلام الناس. قالت ان بوسي كانت شرط على جوزي يطلقني، وبتقول له يا انا يا هي، وانا عمري ما قبلت وجودها، ده انا اتطلقت بسببها، وهو في ست بتقبل ضرة في حياتها. وقالت كمان: هشام وعدني انه هينفصل عن بوسي واقنعني ارجع له عشان الولاد، ولحد دلوقتي ما طلقهاش، ولو قرر يطلقني هتقبل ان ربنا مش كاتب لنا نصيب.